السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد ووصفة جديدة، نتمنى يا ربي تكونوا مزيانين. اليوم بغينا نشاركو معكم خبزة معمرة كتجي لذيذة بزاف، وكيجي الخبزة رطبة الصراحة كتجي رائعة في المذاق. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي كفتة نتاع العداند، البصلة محكوكة، عندي الفلفلة خضرة وصفرة، عندي خيزو حكيناه، شوية زعتر، 2 كيسان ديال الدقيق، شوية الملح، كاس نتاع الفينو، 4 كاس نتاع الزيت، دانون طبيعي، معلقة كبيرة سكر، 2 معالق كبار حليب مجفف، ومعلقة كبيرة خميرة فورية. كنديرو خميرة فورية معلقة كبيرة، 2 معالق حليب مجفف، نديرو الماء يكون دافي باش تذوب لينا الخميرة. درنا كاس تاع الفينو، كاس ديال الدقيق، الملح، ونديرو الكاس الثاني تاع الدقيق، ونجمعو بالما يكون دافي. نديرو معلقة سنيدة والزيت، ونجمعو العجينة نتاعنا ونخليوها ترتاح ونفوتو الحشوة. درنا الزيت، البصلة مشلضة، والفلفلة صفرة وخضرة، وخيزو محكوك. الحشوة كتبقى داكشي اللي متوفر عندكم في الدار. ونخلطو كلشي مزيان. نديرو سكينجبير، خرقوم، بزار، الزعفران، وشوية الملح، ونديرو التحميرة. ونخليو كلشي يطيب. من بعد ما طاب كنضيفو لاداند، ونديرو الزعتر، ونخلطو كلشي مزيان. كنضيفو ياغورت طبيعي، ونديرو معلقة كبيرة فرماج موتزاريلا، يبقى اختياري. الحشوة نتاعنا وجدات والعجينة هي خمرت. كنقسموها على 2 كرات بحال هكا، كنديرو الحشوة ونديرو الفرماج مربعات، ونضيفو نديرو بحال هاد الطريقة بحال هكا، ونجمعوها بالجناب باش ما تخرجش لينا الحشوة.
بحال هكا. ونحطوها في اللاطة اللي تدخل الفران. دهناها بالصفر نتاع البيض والزنجلان وندخلوها طيب. هيا بعد ما خرجناها كيجي اللون تاعها رائع ومذاق تاعها كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى منكم تشجعونا بلي لايك بارطاج ابوني، فعلوا الجرس باش اي حاجه درناها توصلكم، وشكرا لكم بزاف.